طب الشخص ده يستاهل ياخد منهم ولا اصلا ما يستاهلش؟ بجد يا حبيبتي الحياه مش مستاهله. الحياه مش مستاهله زعل ولا كره ولا نفسنا ولا غل ولا حقد ولا ان نعمل خطط علشان اضايق بيها حد او احرق دم حد. انتي في علاقه مش مرتاحه فيها، انا مش مرتاحه في علاقه، مع السلامه. ايا كانت العلاقه هي ايه، ايا كانت العلاقه هي ايه، يا نعاشر بالمعروف يا نفارق برضو بالمعروف. ان انا احقد على حد او اغل على حد او اشيل من حد او ربنا ينتقم منه الموضوع بسيط قوي. الحياه مش مستاهله خالص يا حبايبي خالص. انت عايشه قد ايه؟ لو حسبتيها على الناحيتين، يعني لو خدتيها بالناحيتين، لو انت فضلتي ماشيه بمبدأ انا عايشه قد ايه وان الحياه مش مستاهله، كل اللي مضايقك في طريقك هيقع منك، هتسقطيه خالص. امشي وبأدب، لا عايزه منك ولا عايز مني، خلاص خلصنا. خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات. ولو مشيتي على مبدأ هو انا عايشه قد ايه هتنبسطي لانك هتعيشي مره واحده بس. ولو فضلتي ماشيه على مبدأ انا عايشه قد ايه هتحاولي تسعدي نفسك. ولو فضلتي ماشيه على مبدأ انا عايشه قد ايه الحياه هتبقى اهدى كتير كتير. مش هحتاج اغل على حد، اغل عليه ليه وانا عندي وقت؟ مش هحتاج اقعد افكر في حد مضايقني واقعد اعمل له مؤامرات او انا عندي وقت. انا عايشه قد ايه؟ 20 سنه، 30 سنه، 40 سنه، انا عايشه قد ايه؟ الشخص ده هياخد منهم قد ايه؟ طب الشخص ده يستاهل ياخد منهم ولا اصلا ما يستاهلش؟ فالحقيقه انه انا كنت عايزه اتكلم معاكي من بعد ما ابتديت اقرا مشاكل كتير قوي فيها كم حسبنه وفيها كم انا عايزه اخد حقي، انا عايزه اخد حقي، انا عايزه اخد حقي، انا عايزه اخد حقي. صدقيني يا حبيبتي انت مش هتعيشي كتير. فالايام اللي انت هتعيشيها عيشيها لنفسك وعيشيها للناس اللي بتحبك والناس اللي فارقه معاها وجودك وسعادتك. اما الاشخاص اللي مستقلين بيكي، اللي بيضايقوكي في حياتك، اللي بيخونوكي، اللي بيهينوكي، اللي بيسرقوكي، اللي بيتكلموا عليكي في ورا ظهرك، موضوع بسيط، مع السلامة وخلصت. ليه؟ لأن انتي هتعيشي مرة واحدة بس. لكن أنا بعتبركم أهلي، مش بعتبركم جمهور ولا مشاهدين. بحبكم قد الدنيا وبحبكم قد العالم، وحشتوني جدا جدا جدا.